علامات تدل على أن بيتك محسودا، احذر منها. السلام عليكم متابعي قناة منطقي. قال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. الحسد من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة، والحسد أمر غير محمود، إذ أنه يعني تمني زوال النعمة من الآخر، وفي بعض الأحيان لا يعرف الإنسان أنه يحسد غيره. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة ذكر الله عند رؤية النعمة على الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يعجبه فليدعي له بالبركة، فإن العين حق. تغيرت نفوس البشر كثيرا عن الماضي، وأصبح حولنا العديد من الأشخاص يحسدون ويحقدون ويكرهون الخير لغيرهم، كما أنهم يتمنون زوال النعمة من الآخرين حتى وإن كانت لن تأتي لهم. ولأن هناك العديد من الأشخاص الذين يترددون على منازلنا بشكل يومي، من الوارد أن تكون ملاحظتك لبعض العلامات التي تغيرت في منزلك في الفترة الأخيرة علامة على الحسد الذي أصاب منزلك. إليك في هذا الفيديو بعض العلامات التي تؤكد وجود الحسد في منزلك. أولا، افتعال المشاكل. البيت المصاب بالحسد من الآخرين لا يهنأ أفراده بالراحة والهدوء، دائما ما تحدث المشكلات بين بعضهم ويتشاجرون على أتفه الأسباب، كما يتغير أسلوب حديثهم ويغلب عليهم الصوت العالي والاعتراض الدائم على كل الأمور، ولا يصلون إلى اتفاق أبدا. ثانيا، سيطرة الحزن والاكتئاب. البيت الذي يسكنه الحسد تسيطر عليه حالة من الحزن والكآبة التي لا تزول. تجد أن أصحابه لا يفرحون ولا يشعرون بالسعادة مهما حدث، كما أنهم يصابون بحالة من الضيق وآلام نفسية ورغبة في العزلة وعدم استقبال أي ضيوف، كما أنهم لا يخرجون ولا يستمتعون بأوقاتهم، ويكون اليأس والحزن هو حالهم، وتتتابع عليهم الهموم والأحزان والأخبار المفزعة. ثالثا، كثرة الإصابة بالمرض. إذا كان منزلك مصاب بالحسد، ستلاحظ أن جميع أفراد عائلتك يتعرضون لنوبات صداع شديدة، كما يسيطر عليهم المرض ويتمكن منهم، ولا يستطيعون أن يستمتعوا بأوقاتهم بسببه، ومهما تناولوا من أدوية وعقاقير لا تجدي معهم. رابعا، الشعور بالرغبة في النعاس دائما. إذا وجدت أن أفراد أسرتك يرغبون في النوم دائما وتسيطر عليهم حالة من الكسل والخمول، فتلك علامة على إصابتهم بالحسد. كما يعتبر اليأس والإحباط علامة أخرى على الحسد أيضا، فمهما تراكمت الأعمال عليهم لا يشغلون لها بال ولا يرغبون في الإنجاز. خامسا، ظهور الروائح الكريهة. إذا أصبحت رائحة منزلك كريهة جدا ولا تجد أي سببا لذلك، مع حرصك على تنظيف منزلك باستمرار، هذه إشارة على أن منزلك قد يكون قد تعرض للحسد من قبل بعض الأشخاص، سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو الغرباء. سادسا، تلف الأجهزة أو تغيير مكانها. في حالة تعرض أجهزة المنزل للتلف، على الرغم من كونها لا تزال جديدة أو تغير مكانها دون قيام أحد الأفراد بتغيير مكانها، هذه علامة على وجود الحسد في منزلك، وعليك التخلص منه والوقاية من شره. سابعا، تشقق جدران المنزل. تعرض جدران المنزل لبعض التشققات أو الهدم قد تكون دلالة على وجود الحسد في المنزل، كما قد تنذر بضرورة تجنب بعض الأشخاص الذين قد تشك بأمرهم. ثامنا، انتشار الحشرات الزاحفة. وجود الحشرات الزاحفة بشكل كبير فجأة في كل أنحاء المنزل، النمل والصراصير والدود، قد تكون علامة على الحسد، وذلك لأن النمل العادي يمكن القضاء عليه بالمبيد أو أحد السوائل الأخرى، أما النمل الناتج عن الإصابة بالحسد فلا يذهب إلا بذهاب الحسد. تاسعا، احتراق المصابيح الكهربائية. احتراق المصابيح الكهربائية بشكل فردي أو بسيط لا يكون علامة على الحسد،
أما احتراقها بالتوالي أو بكثرة أو احتراقها جميعا في وقت واحد يكون علامة على الحسد، خاصة إن كان لا يوجد سببا لها. 10. كثرة الإنفاق وذهاب الأموال في أمور غير مفيدة. من الأمور التي قد تدل على الحسد إنفاق الأموال في أمور لا تعود بفائدة كبيرة على أهل المنزل، حيث أن الحاسد يؤدي إلى ذهاب البركة والخير من المال، ما يجعلها تنتهي سريعا قبل أن يحقق بها صاحب البيت أي إنجاز. إذن ما هو علاج الحسد؟ إذا تأكدت من وجود حسد في بيتك من الضروري أن تقوم بالأشياء الآتية. أولا، تشغيل القرآن الكريم خاصة سورة البقرة باستمرار في المنزل. ثانيا، تلاوة الرقية الشرعية على كوب من الماء وسكبه في أركان المنزل. ثالثا، عدم تشغيل الموسيقى والأغاني التي تجلب الشياطين إلى البيت. رابعا، أداء الفروض في أوقاتها والحرص على الدعاء والاستعانة بالله في تحصين البيت من كل شر. خامسا، البعد عن المعاصي والذنوب التي تغضب الله وتجعل من الإنسان فريسة سهلة في يد الشيطان. سادسا، الاستعاذة بشكل دائم من الشيطان الرجيم. إلى هنا انتهينا. إن أعجبك الفيديو ادعمنا باللايك وشاركه مع الأصدقاء كي تعم الفائدة. إلى اللقاء.